السلام عليكم. اليوم غادي نحضروا طبق عراقي اللي هو عباره عن الباميه اللي كنقولوا لها حنا الملوخيه. كاينه الملوخيه، اللحم حمرناه في الزيت وسلقناه في الماء، الثوم، طماطم فريش معصوره، فلفل اسود، ملح، طماطم معجونه في الزيت. بعد ما حمصنا الطماطم، معجون الطماطم مع الثوم مزيان، حمصناهم مزيان، كنضيفوا الباميه اللي هي الملوخيه. وهاد الطريقه هذه كتخلي الملوخيه ما تلصقش مع بعضياتها، كتجيكم كل حبه بوحدها. ومن بعد نضيفوا البزار على حسب الذوق، شويه ملح، ومن بعد كنضيفوا اللحم اللي سلقنا في الماء بعد ما حمصنا. من بعد غادي نضيفوا عصير الطماطم اللي طحنا. بعد ما ضفنا العناصر كلها تنحركوها شويه بحال هكا، ولا خصكم الماء زيدوا الماء وتنسدوا عليها لمده 30 دقيقه لحقاش حنا عندنا ديجا اللحم طايب. وها هي الوصفه ديالنا سالات، والشكل النهائي ديالها هو كتكون خاصها يكون اللون بحال هكا، هذا الشكل. صوص خاطره ديالها. بعد ما طابت الوصفه ديالنا كنقطعوا الرغيف ولا الخبز على هذا الشكل هكا. ودابا غادي نشربوا الخبز ديالنا، غنسقيوه. يلا بعد ما سقيناه بلا صوص نضيفوا الرز على هذا الشكل هكا. ودابا مبقى لنا غير في الاخير اللحمه، نحطوا اللحمه في الفوق. وهذا هو الشكل الاخير ديال الطبق ديالنا اللي هو الباميه العراقيه والملوخيه كما تنقولوا بالمغربيه.